فلسفة اياكس تحولت من حظ وانجاز البطولات الى مرحلة المكاسب المادية الكبيرة في الفترة الاخيرة. ثاني من جديد واول هدف اللقاء. نعم هو الجنوب افريقي، هو بس هو سيريرو يمتلك السر. قال للمرمى افتح يا سمسم، هو معاه مفتاح المرمى، قال له افتح يا سمسم وفتح له سمسم ليتقدم الجنوب افريقي باول اهداف اللقاء. اول اهداف اللقاء، صبر من البداية، اصرار من البداية، تحدي من البداية، وانتشار. هذه هي تلك هي كرة اياكس، هذا هو التاريخ موجود مستمر. الكل يأتي الكل يحضر، واياكس هو اياكس بنفس تنظيمه، بنفس اجادته، بنفس افادته. ينجح سيريرو الجنوب افريقي بعد 7 سنوات، منهم 4 سنوات في الاكاديمية هناك في جنوب افريقيا و3 سنوات مع اياكس هنا في هولندا. ينجح في احراز اول اهداف. شفت انا يابستام وهم داخلين ضمن تركيبة الجهاز الفني والاداري للفريق. فرصة تانية ولكن بنتو لسه الفرصة قائمة، ثاني ثنائية واتسون اللاعب الهولندي الخطير، راس الحرب الخطير، يتقدم ويقدم كرة قدم جميلة ويسجل ثاني اهداف اللقاء. اي مرور، اي عبور، كرة اياكس وهولندا لن تبور. هذا هو عنوان الشوط الاول. اي اصرار، اي تنظيم، اي رغبة، اي تحدي. الصغار رفعوا شعار لاياكس ما في حد يأدي، صاحب 4 بطولات تاريخية. غريبة يا كورة احوالك، يمينك راح على شمالك، بالشمال مرة باليمين مرة، خطرين في كل مرة. اي عبور واي مرور، كورة هولندا واياكس ابدا لن تبور في اقدام بيكيه تصويبة ويسن وفرحة فرانك ديبور الذي قال نعم يغيب ميسي لكن البرشا كبير، سنحترمه سنقدره، نسعد اذا حصدنا نقطة. وفجأة يجد نفسه ما بين احضان 3 نقاط وهدفين، ليس فقط بل عرض 30 سنة، لكن بليند عنده 23 سنة يقدر يشتغل على الخطوط والسرعات. فرصة هدف اول، ضربة جزاء. نعم ضربة جزاء وكارت احمر، ضربة جزاء وكارت احمر ما فيهاش كلام. نقطة تحول، قد تكون نقطة تحول في الاداء، لكن سرعة نيمار واختراقته، رشقته وانقته، وخطأ من الظهير الايمن فان رين يدفع الثمن غاليا بضربة جزاء. واكيد الحكم المساعد هو قال للحكم ان الخطأ من الداخل. برشا على مر التاريخ يستعد لتقليص الفارق، وسيلعب اياكس بعد ذلك 42 دقيقة ب10 لاعبين. ضربة الجزاء يسجل النجم الكبير لتصبح النتيجة 2-1. تشافي يسجل من ضربة جزاء، وعقاب كبير لفان رين الظهير الايمن الذي اعاد الكرة للخلف بطيئة جدا، فما كان من نيمار الا ان تقدم وانطلق واخترق، ولكن اعاقة وضربة جزاء وكارت احمر و10 لاعبين لمصلحة فريق اياكس سيكمل بهم المباراة. هو متقدم 2-1. بيندب طبعا، نقدر نقول حظه والظروف اللي خلته يرجع الكرة بهذا الشكل. حزين.